بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. طلع التليفون بتاعك دلوقتي وانت موجود بتسمع الفيديو، وشوف كم رقم معاك على التليفون. مش بكلم الناس المحدودة اللي هم كويسين، لأن الكويس معلهوش غبار. زي الطالب الشاطر هتروح تقول له ايه؟ ده متميز. فاللي عنده صديق أو اتنين خلاص كفو. احنا بنتكلم دلوقتي على اللي الحياة رايحة منه، ده اللي لازما ناخد بإيده. معاك كم رقم على التليفون؟ يا ترى اللي على التليفون دول كلهم أصدقائك؟ أصحابك يعني جدعان كده ومش غدارين ولا بيسيبوك وقت الشدة، ولا لما تحتاج حاجة ما تلاقيهمش، ولا يعني بيتوشوشوا كده بالراحة من وراك على نفسك ولا على بيتك يعني ولا على أولادك، ولا اتغدرت منهم مرة في مال أو في كلمة أو في صحبة أو في أكلة. ده أكيد وده المتبع. يبقى احنا واجب دلوقتي علينا ان ربنا كان واضح وصريح معانا في الآية الكريمة، وقال لك يوم القيامة لما الشيطان بيوسوس الإنسان وبيختارش الصديق الحلو اللي بيعينه على صلاته وعلى زكاته وبيسأله على كل حاجة حلوة. صليت النهاردة؟ زكيت؟ رحت المسجد؟ ما تيجي ما نقوم، الأذان بيأذن واحنا قاعدين على الكافيتيريا بنشرب شاي، ما تيجي نجرب كده ونروح نصلي ركعتين. ما هو ده الصديق الوفي اللي بيحبك، اللي بيحبك دايما ياخد بإيدك لفوق ما ينزلكش تحت. طيب الاذان بيأذن وانا ليا نيه اقوم، يا عم اقعد بس استنى ما نشرب كوبايه الشاي ده. طب بس دور ضمنه وبعد كده هنقوم نصلي. يعني انت استشيخنا فيها اهو. حلو كده حلو. طيب لحد هنا لازم نقف وقفه مع نفسنا. لما نعرف ان اتغدر بينا واحنا ما كانش الصديق ده وافي لينا، ربنا عرفهن، لان يوم القيامه هيجي كل واحد هيتحاسب عن نفسه. يا ريتني ما كنت خدت عبد السميع ده وصاحب، الله يعمر بيته زي ما معمرش بيتي. وكل واحد مسؤول عن نفسه، لان انت هتتحاسب، مش اي حد يسوقك بكلمة تجري وراه. فالآية كانت بتقول يا ليتني ما اتخذت فلان خليلا، يعني يا ريتني ما كنت خدتك يا عبد الظاهر صديق وليا صاحب، وانت اصلا كنت خافي ما انت الظاهر. تمام. يبقى احنا دلوقتي نعمل ايه؟ نصفي كل اصدقائنا الطيبين ونعمل مرحلة تنظيف ونشوف ونكتب في الكراسة بتاعتنا كده. واللي ما بيعرفش يكتب يسجل على الموبايل بتاعه المواقف ويسمعها أكنه بيسمع نصيحة من نفسه، هي نفسه أدرى بيه عن غيره. زي ما بتسمعوني اسمعوا نفسكم.